السلام عليكم، اهلا وسهلا. كي دايرين البنات خواتاتي مهماتي العزازات؟ اش اخباركم؟ اموركم بخير؟ صحيحتكم مزيانه؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى يا ربي يلقاكم في احسن الاحوال وانتم كتشوفوا بصحه جيده. ونبداو كلامنا بالصلاه على نبينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه البنات، قبل ما نهضر معكم في الموضوع او لا قبل ما ندخل في الفيديو، كنبغي نعتذر على الصوت ديالي. بعيد عليكم عيانه شويه. المهم راكم عارفين التقلبات ديال الجو، حتى حنا شويه كنتقلبوا معاه، وهذا الشيء اللي عطا الله الحمد لله على كل حال. المهم الفيديو ديال اليوم خاص البنات. الفيديو ديال اليوم ما هو روتين اقتصادي، ما هو تحدي، ما هو اليوم ان شاء الله جلست وغادي نهضر معكم، غادي نعطيكم. كنت قلت لكم في واحد الفيديو شي نهار غادي ندير فيديو غادي نهضر لكم علاش سهام ولات كتهضر على الاقتصاد. شوفوا، راه الاقتصاد او لا، انا الموضوع ديال الاقتصاد او لا راه ما جاش بمحض الصدفه، راه داكشي من الصغر البنات. وراكم عارفين راه البنادم فاش كيكبر على شي حاجه كيبقى عليها. راكم عارفين البنات، يعني اللي تربى على شي حاجه كيبقى عليها. الحمد لله على كل حال. هادشي اللي كاين البنات. فاليوم في هذا الفيديو غادي نعرفوا التفاصيل كامله، وغادي تعرفوا القصه ديالي مع الاقتصاد، والاسرار غادي نعطيهم لكم كاملين البنات. ما غادي ندخل معكم حتى شي حاجه، والناس اللي كيعرفوني راه اكيد غادي يعرفوا هادشي كامل اللي غادي نقولوا لكم دابا او اللي غادي نشاركوا معكم دابا. ولكن قبل، الا وصلتي معايا هنا خلي لي واحد اللايك تشجيعا منك ليا فضلا وليس امرا. ولا مازال ما اشتركتيش في القناه اشتركي فيها وانضمي العائله ديالنا. خلي لي شي تعليق زوين بحالك. ومرحبا بكم كاملين، الله يسهل عليكم، الله يعطيكم بيت في الجنه يا ربي. فكما قلت لكم اخواتاتي، القصه ديالي مع الاقتصاد راه ما جاتش هكا بمحض الصدفه نهائيا. راه داكشي البنات من الصغر الحمد لله كنعقل، وانا مازال صغيره مازال كنقرا هكا في الابتدائي. تعلمت نقتصد اختي في الماكله، تعلمت نقتصد في المشتريات ديالي، في الحوايج، في الفلوس. يعني الدرهم الا جيت نخرجو كنعرف علاش نخرجو او لا علاش خاصني نخرجو. المهم مازال كنعقل البنات من الصغر ديالي، كما قلت لكم من الابتدائي ديالي مازال كنعقل. كانت عندي ديك، كنت كنقرا يمكن في الرابع ابتدائي البنات. بعدا الحمد لله عولت على راسي من الصغر. تعلمنا اختي الشغل ديال الدار من الصغر. انا غنقول لكم، كتشوفوني هكا في الفيديوهات ديالي كنقول لكم عجنوا خبز الدار وما تشريوش الخبز من الزنقه وهذا. علاش؟ حيت انا كنعقل على راسي من الرابع ابتدائي تعلمت نعجن. مازال كنعقل البنات، وهاد الصوره هذه مازال مرسومه لي قدام عينيا، مازال مرسومه في بالي. نهار اختي اللي جات عندي ميمتي الله يخليها ليا وقالت لي يا جيت عجني، مازال كنعقل كنقرا في الرابع ابتدائي. فوجدات لي هكا الطحين، وجدات لي دارت لي الخميره، دارت لي الملحه. المهم المسائل كامله وانا كنشوف بعينيا. صايبات لي الماء صافي وجلست البنات، وقفات لي عند راسي وبدات كتقول لي ديري هكا عجني هكا. ومازال كنعقل البنات، والعيالات اللي كيعجنوا اولا الاخوات اللي كيعجنوا غادي يعرفوا هذه القضيه هذه. بديت كنعجن تقول لي ديري هكا، يعني ماشي بحال داك العجين دابا اللي ولا غير جمع وهكا بصبعان يديك ولا. اختي مازال كنعقلوا كنعجنوا بهذه الطريقه هذه. وخليو لي في التعاليق البنات واش هادشي بصح ولا لا. مازال كنعقل كنعجنوا بهذه الطريقه هذه. وحتى كنسمع الوالده كتقول لي عجني مزيان دلكي مزيان، حتى كتسمعي ديك العجينه كدير طق طق كطرطق، بمعنى راها العجينه كتسدلك مزيان بهذه الطريقه هذه وراها مزيانه. صافي البنات، يعني هذه هي القضيه اللي مازال عاقله عليها الحمد لله. وهادشي علاش كنقول لكم اختي عجنوا الخبز في داركم. ايوا صافي البنات، عولت على راسي الحمد لله، عجنت، تعلمت الشغل ديال الدار، من العجينه، من الطياب. راكم عارفين هكا المسائل ديال الدار. وراه ماشي راه كنا كنقراو وكنخدموا، يعني كنعاونوا هكا الوالده في الشقه ديال الدار. راه ماشي زعما كنسمحوا في القرايه ديالنا او لا نهائيا. يعني فاش كيكون هكا عشيه خاويه، كيكون هكا السبت او لا الحد، المهم شي اوقات خاويين، تما اختي فاش كتعلمنا الوالده الشغل ديال الدار. علاش؟ حيت كيقولوا لنا تعلموا ما ينفعكم فاش تمشيو لديوركم، فاش تزوجوا. ايوا اختي هاد الهضره هادي الحمد لله
تعلمنا الشغل ديال الدار وحنا صغارين، تعلمنا اختي الاقتصاد وحنا صغارين، اللهم لك الحمد. بالنسبه للاقتصاد البنات في الماكله، انا مازال كنعقل من عادتي، يعني كنشوف مثلا هكا مالين الدار، يعني والديا وخوتي شنو كياكلوا، عارفين زعما الحوايج اللي كيتكالوا والحوايج اللي ما كيتكالوش. فالحوايج اللي كيتكالوا اكيد كنطيبوهم، والحوايج اللي ما كيتكالوش ما يمكنش نطيبوهم اولا نتقداوهم من الاساس ويبقاو اختي كيفسدوا، فهمتوني؟ فالحاجه الا ما كانتش غتكال ما كاينلاش نطيبوها، ما كاينلاش اختي نضيعوا الوقت ديالنا، نضيعوا جيبنا، نضيعوا ديك البوطه، نضيعوا بزاف ديال الحوايج على واحد الحاجه ما غاديش تكل اولا واحد الحاجه ما غاديش تستعمل نهائيا. فكنعرف هكا القياس شحال كل واحد كياكل، كنعرف كل واحد شنو كياكل. ديك القضيه ديال مثلا الا طيبت اليوم بواحد المريقه هكا ولا واحد الطويجين، اولا بعض المرات كنديروا شي ماكله وكتشيط منها، اكيد كنديروها في الثلاجه، ولكن لا غد لي راه ماشي كنلوحوها. علاش؟ حيت غدا عاوتاني ماشي غادي نشد ديك الماكله ونلوحها ونجدد واحد الماكله جديده، لا، غادي نضيف واحد الحاجه خفيفه، مثلا شليضه، مثلا هكا مطيشه بكفيته، مثلا اللي كان المهم شي حاجه نضيفوها على ديك الماكله اللي بقات لنا من البارح، وهكا باش تكال. يعني ماشي نخلي ديك الماكله في الثلاجه ونوض انا نطيب ماكله جديده ونسمح في هذيك في الثلاجه يومين 3 ايام ونولي اختي نلوحها من بعد. فاختي هادو هما الاسرار ديال الاقتصاد، الحمد لله تعلمناهم وحنا صغارين. وغادي نشارك معكم البنات اول مازال كنعقل، يعني الحمد لله الابتدائي، الاعدادي، الثانوي، وحنا شحال هادي العطل البنات راه ما كناش كنسافروا فيهم اولا كنمشيو للمخيمات اللي ولاو بحال دابا. الحمد لله حنا واحد الطبقه اولا من واحد الاسره ما عندناش وما خصناش، عايشين ديك العيشه ديال الوسطيه، اللهم لك الحمد، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. المهم البنات كما قلت لكم دراوش على قد الحال، ما عندناش وما خصناش، اللهم لك الحمد. سمحوا لي. يعني هكا في العطل ما كناش اختي كنسافروا اولا كنمشيو للمخيمات اولا بحال دوك العائلات اللي ميسوره اولا اللي لاباس عليهم، لا، كنشدوا ديك العطله ديال الصيف اختي، كنجلسوا في الدويره ديالنا، كندوزو ديك العطله في الدار، كنخدموا. يعني انا غنقول لكم الناس اللي من صفرو اولا الناس اللي كيعرفوا مدينه صفرو معروفه بالصنعه ديال العقاد، والحمد لله تعلمنا هاد الصنعه هادي وحنا صغارين. فاش كتجي هكا العطله كتهز لينا الوالده هكا الحرير وكنجلسوا يا اختي كنتعاندوا بيناتنا حنا البنات. كنقولوا خاصنا نوضوا بكري يا اختي نقضيو فيه شغلنا كامل، يعني في الاعدادي الثانوي مازال كنعقل. نوضوا يا اختي بكري، ديك الوقيته ديال الصيف راكم عارفين كيطلع النهار على بكري، 6 راه طالع النهار، فكنحاولوا نوضوا بكري نقضيو شغلنا بكري، نعجنوا نطيبوا نسيقوا باش اختي ديك 9 ونص نجلسوا الماكسيموم، نجلسوا باش هكا اختي كنتعاندوا في الخدمه، كنتعاندوا شحال ديال العماير غادي نطلعوا في النهار. الحمد لله يعني ديك العطله كتمشي هكا، وكنشدوا داك الحصيصه اللي كنجمعوا في هذه العطله هذه كنجمعوها للدخول المدرسي، كنشريو بها الكتيبات، واخا كاين الوالد الحمد لله الله يحفظه والله يخليه لينا يا ربي ويخلي لكم كاع الوالدين ديالكم. يعني كان الحمد لله ما مخصصنا حتى من شي حاجه، كان كيشري لنا، كان كلشي موجود، ولكن حنا يعني تربات فينا ديك القضيه ديال الاعتماد على النفس. الحمد لله يعني العطله دايزه كنشغلوا راسنا، تعلمنا نعتمدوا على راسنا من الصغر. فكما قلت لكم كنعاونوا هكا راسنا، كنشريو دوك الادوات اولا كنشريو مثلا شي سبرديله، شي سروال، يعني الحوايج ديال الدخول المدرسي، الكابطاب، المهم شي حاجه كما كانت. يعني دوك الفلوس الحمد لله كنستغلوهم في الدخول المدرسي. فهذا ما كان البنات، يعني هذه القصه بدات من الصغر، اللهم لك الحمد. الاقتصاد بدا معنا من الصغر ليومنا هذا يا اختي، ليومنا هذا مازالين كنخدموا على الاقتصاد، لا مازالين كنخدموا اختي على تحقيق الاهداف، مازالين كنعولوا على راسنا. شوفوا راه كنقول لكم عولوا على راسكم، ما تمدوش يديكم للغير، دخلوا وليداتكم، شاركوهم معاكم في التحديات، ديروا لهم صنيديقات حتى هما من الصغر.
علاش انا قلت لكم هاد القصه هذه بدات معايا من الصغر، حيت راه كيما ربيتي ولادك كيبقاو، علاش ربيتي ولادك كيبقاو. فاش كترسخي له ديك الفكره ديال التحديات ديال الصناديقه من الصغر، اكيد كيبقى معاها، كتبقى في بالو، كتبقى ديما في بالو خاصني ندير واحد الصناديقه، خاصني نبدا نجمع واحد البركه. فهذا ما كان البنات الحمد لله فهاديك الحصيصه كنجمعوها كنعاونوا بها راسنا في الدخول المدرسي وهي دايره. يعني عاوتاني كيجي الدخول المدرسي كندخلوا كنقراو، وكتجي شي عطله نفس الشيء عاوتاني كنجلسوا كنخدموا العقيدات الحمد لله. المهم البنات شديت الباك ديالي وكانت المسيره مستمره، يعني غادي نمشي نقرا في لافاك. لافاك البنات مشيت لافاك ديال فاس الحمد لله. يعني انا كنت طالبه ديال القانون ديال الحقوق. يعني وكان اول صاليره البنات شديته، كنت مازال نعقل. يعني في العام ديالي الثالث ديال الاجازه مازال كنعقل، كانوا بقاو لي شي مواد هكا في الدوره الاولى. يعني في ديك السيمستر الاولى كانوا باقيين لي شي مواد، وهنا فكرت قلت شنو غندير، خاصني نمشي ندوز شي ستاج او لا عند شي محامي ولا عند شي نوطير، المهم شي حاجه شي واحد في المجال ديال الحقوق، يعني باش نستافد، باش حتى داكشي اللي قريته يبقى لي في بالي، يعني ما ننساش عليه. فهذا ما كان البنات. المهم الحمد لله دفعت هكا دوزت ستاج، وكان داك المحامي الله يكثر خيره. المهم كان حسبوا لي ستاج وفي نفس الوقت بحال واحد المحفز ليا، يعني ما حسبوش ستاج فابور او لا بالمجان نهائيا. هو هاد القضيه هذه البنات قولوا لي في التعليق واش كاينه هاد القضيه او لا. كنعرف بعض المجالات او لا كاين اللي كيخليك ستاج او اللي كيدخلك على اساس ستاج، ولكن في النهايه ديال الشهر كيعطيك واحد البركه. ما عرفتش، انا كنعتبرها كتحفيز منه وصافي. وكاين عاوتاني وحدين اخرين كيقولوا لك لا هذا راه كيتعتبر غير ستاج، راه ماشي خدمه باش نخلصك. فما عرفتش انا علاش من الاساس يعني هذا كيخلص في ستاج وهذا كيقول لك لا راه كيتعتبر غير ستاج، الله اعلم. فاللي عندها شي فكره تفيدنا يا البنات. فكما قلت لكم هذا السيد هذا الله يكثر خيره الحمد لله دخلت على اساس ستاج، يعني واحد الشهير ديال ستاج على ما تبدا السيمستر الاخرى اللي عندي فيها المواد. فدوز داك الشهير الحمد لله بين البيرو والمحكمه، راكم عارفين دوك المسائل ديال المحاماه. وفي الاخر ديال الشهر البنات عطاني 500 درهم. راكم عارفين الشهر كامل 500 درهم راه ماشي شي حاجه، ولكن انا قلت لكم دخلت على اساس ستاج يعني فابور، راه ماشي دخلت خدمه، ولكن هو حفزني بديك 500 درهم. والحمد لله كانت واحد الدخل او لا واحد الرزق دخل عليا بالخير. موراها البنات جمعت ديك 500 درهم، قلت شنو غندير بها ارا نستثمرها. فاش وانا مازال طالبه، مازال كنقرا، مازال فاش غادي نستثمرها البنات. فبقيت البنات محافظه على ديك 500 درهم. واحد النوبه صادفت واحد السيده، كنت غير غادا هكا خارجه انا وصاحبتي، وصادفت واحد السيده البنات مسجله في هذه القضيه اولا في هذه التجاره ديال اوريفلام. واوريفلام كلشي كيعرفها، ما كاينش دابا اللي ما كيعرفش اوريفلام. والحمد لله الخير ديال اوريفلام عمرني ما غنساه، انا شخصيا عمرني ما غادي ننساه. غادي نقول لكم علاش. فالحمد لله صادفت ديك السيده هكا. راكم عارفين اوريفلام شحال هذه ماشي هي ديال دابا، شحال هذه راه كتهزي الكاتالوج وكتبقاي كدوري على الناس وكتبقاي كدوري على يعني هكا على الديور، كدوري على المحلات، فهمتوني. دابا لا، دابا الانترنت التليفون كلشي من دارك، غادي تخدمي غير من دارك. فهذا ما كان. المهم تلاقينا ديك السيده اقترحت علينا البنات تسجل، قالت لنا شنو رايكم تسجلوا في اوريفلام. انا الصراحه اللي حفزني هو ديك 500 درهم. هي فاش قالت لينا التسجيل فابور مزيان، فاش قالت لينا غادي مثلا الا جمعتي مثلا 400 درهم ديال السلعه، الا جمعتي 500، الا جمعتي 600، يعني الا جمعتي 1000 انتي والشطاره ديالك ولا انتي والقدره ديالك على يعني باش تجلبي اولا باش تجيبي الكليان. فقلت لها مرحبا نجربها. يعني ملي قالت لي داك تسجيل فابور قلت لها مرحبا نجربه. قالت لي كنحتاج فوتوكوبي د لاكارت، مرحبا. عطيتها البنات فوتوكوبي د لاكارت،
سجلتني في اوريفلام. صافي تما بدات المسيره ديالي، يعني بقيت كنجمع جمعت اول مره 600 درهم ديال السلعه. يعني انا عندي غير 500 درهم وكانوا مالين الدار زادوني ديك 100 درهم. هذا 600 درهم ديال السلعه ديال الكوموند دفعتها للسيده، والسيده راه ما كنعرفها. شوف البنات راه ما كنعرفها، يعني كانت صعيبه توضعي الثقه في واحد الشخص اللي ما كتعرفيش. يعني درتها مغامره زعامه مني وصافي في يد الله، كما كنقولوا في يد الله وصافي. صافي جبت ديك 600 درهم، درت معاها فين غنتلاقاها وفين غادي تصايب ليا دوك المسائل اللي تدخل ليا اولا تكوموندي ليا داك السلعه. ايوا صافي مشيت عندها، عطيتها ديك 600 درهم، عطيتها لي كود ديال لي برودوي اللي طلبوا لي الناس. قالت لي المهم فاش نجيبها نصوني عليك. يعني انا لا سلعه لا 600 درهم، كلشي مشى درتها في يد الله. واخا هكاك ربي الحمد لله فاش ما كيبغيلكش، فاش ما كيبغيلكش الضياع راه اكيد كيلاقيك مع الناس المزيانين، اللهم لك الحمد. ديك السيده كنقول لها شكرا بزاف، ولا كانت كتشوفني كنقول لها الله يكثر خيرك. علاش؟ حيت البنات راه المده ما عرفت ديال 7 سنين ديال 8 سنين راه ما عقلتش، ولكن راه هاد السيده الله يعمرها دار، الله يحفظ ليها وليداتها يا ربي ويخلي لها صحيحتها. فكما قلت لكم صافي 600 درهم دفعت لي الكوموند، ومن بعد قالت لي تنصوني عليك. صافي مشيت للدار على اساس تتصوني عليا، وبصح البنات صونات عليا الحمد لله. تلاقيتها عطاتني الكوموند ديالي، عطاتني كاتالوج جديد ديال الشهر الاخر، وجيت فحالنا للدار ومشيت اختي كل واحد عطيته السلعه ديالو. ولا كنت كنتعامل مع الناس براس الشهر، يعني انا ما كنقولكش هاكي السلعه وفي نفس الوقت وفي ديك اللحظه عطيني الفلوس، لا. كنخليك اختي حتى لراس الشهر اللي الاغلبيه كيدوز ليهم الراتب اولا كيشدوا داك الرزيق في الاخر ديال الشهر. فهذا ما كان الحمد لله، عطيتهم كل واحد السلعه ديالو، وفي الاخر ديال الشهر اختي عطاوني رزقي. راكم عارفين الارباح، يعني الثمن ديال الكتالوج ماشي هو الثمن ديال الربح، يعني كيكون واحد القدر ديال الربح. مثلا الا كنت خديت البرودوي مثلا ب 9 دراهم، اكيد غادي نبيعو انا بواحد 12 درهم، عندي ديك 3 دراهم ديال الربح. وقد ما كان الثمن طالع قد ما كان الثمن ديال الربح او لا الفرق ديال الربح طالع. فهذا ما كان البنات. يعني هنا الحمد لله بانت ديك 500 درهم ديال داك الشخص الله يكثر خيره، استثمرتها في اوريفلام ومشيت درت الكليان ديالي اللهم لك الحمد لهاد المده كامله كما قلت لكم ديال 7 سنين اولا 8 سنين. صافي البنات فوقاش حبست اوريفلام فاش تزوجت، فاش جيت لمدينه طنجه ويعني الكليان بقاو تما. فاش جيت لطنجه قلبت على كليان جداد، ماشي ما قلبت، ولكن لقيت كلشي داير اوريفلام. يعني اوريفلام ولا كلشي داير ها. كيقولوا لك انا نتقدى لراسي، يعني واخا ما نخدمش فيها هكا مع الناس، ولكن نتقدى لراسي بثمن قل. هادشي اللي كاين البنات الحمد لله. يعني تعلمت البنات الاقتصاد من الصغر، تعلمت اختي نوفر من الصغر، يعني وفرت واحد القدر من اوريفلام اللهم لك الحمد. وشنو درت بها البنات؟ شنو درت به؟ كنت اختي مشيت عند الذهيبي، وبزاف غادي يقولوا لي في التعاليق هذه القضيه هذه راه حرام وهذا، ولكن اختي هادشي علاش كبرنا مع والدينا. مشيت البنات للذهيبي فاش كان الذهب ديك الساعه رخيص، اما دابا راه وصل 1000 درهم اللي سمعت والله اعلم. مشيت البنات عربنت واحد البراسلي ديال الذهب، فكنت كل شهر كنعطي لذاك السيد شي حاجه، كل شهرين يعني وقت ما جمعت شي حاجه كنمشي كنعطيها ليه. فهمتوني؟ يعني بحال اللي سبقت ليه واحد 600 اولا واحد 700 درهم، ما بقيتش عاقله. وكنت كل شهرين اولا كل شهر على حساب شحال دخل لي الارباح في اوريفلام او العقاد. وحتى العقاد البنات راه كنت كنجمع منه. يعني فاش ساليت لافاك دفعت هكا لخدامي باش نخدم، ولكن ما جابش الله البنات. دفعت لي زيكول بريفي، دفعت صافي كيقولوا لك غير ستاج. فاش كدوزي ستاج صافي كيقولوا لك سيرتي الا خصنا شي حاجه. المهم راكم عارفين هذا المجال ديال لي زيكول بريفي، راكم عارفين باش تقلب اولا باش تلقى خدمه راه صعيبه في هذا الوقت، ولكن الرزاق الله، الانسان يدير اللي عليه والكمال على سيدي ربي. فهذا ما كان البنات. يعني خدمت في اوريفلام وخدمت العقاد البنات، يعني ديك المده كامله فاش ساليت لافاك
جلست فيها في الدار، ما كاين ما يدار، راكم عارفين لي ستاج كتساليهم وكتجلس في الدار، الخدامي ما جابش الله. فكان العقد هو الوسيله ديال اولا مصدر الرزق ديالي. يعني باش تبدا تقول لباك او لامك عطيني، ما جاتش. تعول على داركم يعطيوك، ما جاتش. واخا كاين اللي كيعول، ولكن اختي انا كما عاودت لكم هذه القصه انه من صغري تعودت اولا تعودت نعتمد على راسي وما نمدش يدي. صافي بقات عندي هاد العاده هذه. صافي كان العقاد اختي واوريفلام هما المصدر ديال الرزق ديال اختكم سهام. كنوفر داكشي، كنشري شي حاجه الا كانت خاصاني، الا كانت خاصاني البنات، ما كانش خاصاني ما كنشريهاش. الحوايج، بالنسبه للحوايج كانوا عندي هكا السراول، وكانوا عندي هكا خواتاتي كنلبسوا. راكم عارفين فاش كيكونوا البنات هكا في الدار وكيلبسوا تقريبا اولا نفس الحوايج، راه كيبقى داك الشونجمون، يعني وحده كتلبس حوايج الاخرى. ايوا صافي هذا ما كان البنات. الحمد لله خدمت العقاد، خدمت في اوريفلام، واستطعت انني نكمل داك البراسلي ديال الذهب. الحمد لله، اللهم لك الحمد. يعني ديك 500 درهم دارت لي الطريق لبزاف ديال الحوايج، انني نحقق بزاف ديال الحوايج. اللهم لك الحمد البنات. فهادشي علاش حاولت انني نعاود لكم هذه القصه هذه باش تاخذوها عبره او لا ما تحقروش. شوفوا، ما عمرك تحقري شي حاجه طاحت لك في يديك، ما عمرك. شوف، راه انك تخدمي او لا دوزي ستاج تخدمي، راه ديك الوقيته راه كانت الخدمه عند المحامي الا كان غيعطيك ديك 600 700 800. هذا هو الثمن اللي كان. والشهر البنات 30 يوم. كاين اللي كتشد منها طاكسي والنهار كامل. راكم عارفين الوقت ديال المحامي، يعني فاش تفتحي البيرو باش انك تدي الدواسه للمحكمه، باش انك ترجعي عفوا وطابي المقالات ودوك المسائل ديال الملفات. فما نحتاجش نقول لكم البنات هاد المسائل كامله راه كتاخذ مجهود، كتاخذ وقت، وباش تشدي هاد الصالير في الاخر ديال الشهر راه شويه قاصحه. ولكن الحمد لله بنادم كيقول اللهم قليل ومداوم ولا كثير ومقطوع. يعني الانسان كيبدا شويه بشويه وربي راه كييسر. ربي فاش يبغي ييسر راه كييسر. اللهم لك الحمد البنات، الحمد لله والشكر لله. فهذا ما كان البنات. هذه هي القصه ديال اختكم سهام مع الاقتصاد. وهادشي علاش كنقول لكم حاولوا تقتصدوا باش تحققوا الاحلام ديالكم، باش اختي توصلوا للحلم ديالكم. هذا ما كان اخواتاتي. المهم ما تنساوش اختكم لي لايك الا عجبكم الفيديو تشجيعا منكم ليا، ونتلاقاكم في فيديو جديد ان شاء الله.